ازيكم؟ دي الطريقة بتاعتي حقت الزريعة للناس اللي طلبت الزريعة. انا ما كان عندي دقيق عيش فاستخدمت بديل له دقيق الدخن. فبليت الدقيق بتاع الدخن يوم كامل، تاني يوم صفيته من الموية وحضرت لي كرتونة تكون مربعة كبيرة، فرشت عليها ملاية وشريت عليها الدقيق بتاع الدخن وغطيتها بملاية تانية ورشيت عليها موية. فكل يوم كنت بفتحها برش عليها موية بسيط، ما نكتر عليها موية زي ما أنا هنا كترتها، وشوية كده الزريعة ما قامت شديد. فيوم بعد يوم نرش عليها موية لمدة 3 أيام. بعد ذاك نقطع منها الموية مدة يومين، منرشها خالص، نرجع ليها خامس يوم وسادس يوم نرش عليها موية، وتاني برضو نديها يومين منرش على موية خالص. بعد كده بتكون جاهزة في فترة الأسبوع، نفتحها نخليها تنشف تماما. بعد ذاك نستخدم السحانة، أنا سحنتها بالسحانة، عملية متعبة شوية لكن بتتسحن معاكم. وده هنا طبعا زي ما شايفين شكل العجين، ضفت له برضو زيادة بتاعت كركديه عشان اللون يزبط معاي. المهم جاسفت زي ما بقولوا وعملتها أخير من العدم، بدل ما كل مرة متعبين الناس السودان معانا.